السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتم بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده هنعمل بوك مارك او فاصل كتاب. انا عملت واحد بخيط صوف هيمالايا افريداي، وده عملته بخيط ليز كوتون جولد. فالاتنين يعني السمك بتاعهم فرق بينهم حاجه بسيطه، فمدي سنة اكبر. الهيمالايا افريداي اكبر شوية. طريقته سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد مننا وقت. يلا بينا نبتدي. اشتغل بإبرة مقاس 3. انا عملت مقاس 3 لهيمالايا افريداي ولليس كوتون جولد، فممكن لو حابة تكبري شوية في هيمالايا افريداي مفيش مشكلة. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، بعد كده هرتفع بخمس سلاسل. 1 2 3 4 5، وهاجي عند اول سلسلة طلعت بيها هدخل كده فيها واتأكد ان هما تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع بالحلقة دي من على الابرة واقفل بمنزلقة. هاخد الخيط ده كده معايا بتاع عقدة البداية عشان اشتغل عليه. هبتدي ارتفع بسلسلتين، 1 2. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهعمل اول عمود بلفة جوه الحلقة اللي احنا كوناها. هدخل كده اسحب الخيط واطلع من اول لفتين، الف واخرج من اللفتين التانيين. بعد كده اعمل سلسلتين، 1 2، واروح تاني اعمل عمود بلفة جوه الحلقة، كمان عمود بلفة جوه الحلقة، فبقى كده عندي 2 عمود بلفة بالشكل ده. هكرر المجموعة دي كمان 3 مرات بحيث يبقى عندي الإجمالي كله 5 مجاميع. هعمل سلسلتين، 1 2، وألف الخيط على الإبرة وأعمل عمود بلفة، عمود بلفة كمان، سلسلتين، عمود بلفة، وعمود بلفة كمان. كده بقى عندي 4، 1 2 3 4. هعمل كمان واحدة، سلسلتين، عمود بلفة، عمود بلفة كمان، واخر حاجة سلسلتين. وهروح عند ارتفاع السلسلتين اللي احنا عملناهم، هدخل في السلسلة من فوق كده واسحب واقفل بمنزلقة. بعد كده هدخل في الفراغ اللي هو ده، اللي هو ما بين السلسلتين اللي كانوا في الاول والعمود بلفة. هدخل كده ما بينهم واعمل غرزة حشو. تمام. وهاجي بعد كده في فراغ السلسلتين ده هعمل فيهم 7 عمود بلفة. الف الخيط كده على الابرة واعمل اول عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7. تمام بالشكل ده كده. بعد كده هروح ما بين العمود ده والعمود ده في النص كده، هدخل واعمل غرزة حشو. بعد كده اروح في الفراغ بتاع السلسلتين هعمل تاني 7 عمود بلفة. هروح ما بين العمودين وادخل فيهم واعمل غرزة حشو، وهكمل كده لحد ما اوصل للنهاية. في فراغ السلسلتين بعمل 7 عمود بلفة، وما بين العمود والعمود بعمل غرزة حشو لحد ما نخلص الشكل النهائي. بعد كده بقى هاجي هقفل في اول غرزة حشو انا عملتها، اللي احنا اول ما خلصنا السطر ودخلنا في السطر الجديد عملنا غرزة حشو ما بين العمودين. فهاجي هنا كده في غرزة الحشو دي واسحب واقفل بمنزلقة
بالشكل ده كده معايا البتلة او الوردة اتعملت. بعد كده هعمل سلاسل بالطول اللي انا عايزاه. انتي شوفي طول الكراسة اللي انتي عايزة تعملي عليها او الكتاب او المصحف على حسب انتي عايزة الطول قد ايه واعملي. هو انا عاملة الاساس بتاعي كان 60 سلسلة، وفي الكوتون جولد عملت 50 سلسلة، فعلى حسب الطول اللي انتي عايزاه. انا هعمل معاكم هنا 50 سلسلة، 1 2 3 كده عملت 50 سلسلة. بعد كده هعمل كمان 4 سلاسل، 1 2 3 4. ناخد بالنا بقى عشان هنبتدي نعمل القلب اللي في الاخر. هاجي كده اجيب السلسلة عليا وادخل، احنا هنعد 4 سلاسل من الاخر اللي هو 1 2 3 4. هاجي في ربع سلسلة اللي هي من فوق، يعني من ناحية السلسلة مش من ناحية الفتلة بتاعتنا، هدخل فيها كده بحيث ان الحلقتين يبقوا فوق والحلقة اللي هي التانية دي تبقى تحت لوحدها. وهجيب الفتلة بتاعتنا دي كده خلاص، وهسحب الخيط وافضل ماسكه الخيط كده بايديا بحيث ان عدلة السلسلة عليا مش ظهرها. هطلع بالسلسلتين 1 2. ده ليه؟ عشان القلب يطلع معايا مظبوط على الوش بتاع الوردة، ما يبقاش جاي في الظهر. هبتدي بقى اشتغل جوه الحلقة اللي احنا كوناها دلوقتي، وهعمل هنا عمود بلفتين وادخل كده جوه الحلقة. تمام، الف واخرج من اول لفتين، الف واخرج من تاني لفتين، الف واخرج من اللفتين التانيين بالشكل ده. بعد كده هلف الخيط على الابرة مرتين كمان واعمل عمود بلفتين، اخرج من اول لفتين 2 3. انا كده عملت عمود بلفتين. بعد كده هعمل عمود بلفة واحدة 1. هعمل كمان 2 جنبه عمود بلفة واحدة كده، ده التاني. تالت عمود. بعد كده هعمل سلسلة. بعد كده هعمل عمود بلفتين تاني، هدخل في فراغ الدايرة واطلع من اول لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين. بعد كده هعمل سلسلة وهعمل 3 عمود بلفة واحدة. هدخل كده هعمل اول عمود بلفة، تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة. بعد كده هعمل عمودين بلفتين، لف الخيط على الابرة مرتين وادخل الحلقة واعمل اول عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين وادخل كده. اخر حاجة هعملها هي سلسلتين زي ما بدأنا في الاول، وهدخل في الفراغ بتاع القلب واسحب واطلع بمنزلقة بالشكل ده، واطلع بسلسلة واقص الخيط بالشكل كده. معايا القلب اهو، والقلب جاي في وش الوردة. لو عملنا نفس الطريقة اللي انا عملتها في بداية ال4 سلاسل وبداية القلب، هيطلع معاكي القلب مع الوش بتاع الوردة. لكن لو عملتي بالطريقة العادية اللي انت متعودة بيها ان انت تقفلي ال4 سلاسل بمنزلقة وتشتغلي بالطريقة العادية، للأسف القلب هيجي ظهره في وش الوردة. فعشان كده حاولوا تركزوا في الخطوة بتاعت السلاسل دي علشان يطلع معاكم مظبوط. بكده نكون خلصنا. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات عشان ده بيشجعني. شكرا لمشاهدتكم معي.